بقول لك يا شات جي بي تي، انا عايش في مصر وبقبض 2000 جنيه، وعندي 5 عيال، وساكن بالايجار. ممكن اهندل مصاريفي ازاي؟ عشان تقدر تهند المصاريف ممكن تبدأ بتحديد الأولويات. حاول تسجل كل المصاريف الشهرية زي الإيجار والأكل والمواصلات وأي مصاريف تانية. بعد كده شوف إزاي تقدر تقلل المصاريف، مثلا تشتري حاجات بتجملة أو تستخدم وسائل النقل العامة. كمان لو في مجال حاول تدور على مصادر دخل إضافية. تحس إيه عن الخطة دي؟ طيب والرعايه الطبيه يا شات جي بي تي، انت كده نسيتها. بالنسبة للرعاية الطبية مهم جدا تأكد من وجود تأمين صحي لو تقدر، لأنه ممكن يساعدك في تكاليف العلاج. كمان حاول تسأل عن العيادات الحكومية أو المستشفيات اللي بتقدم خدمات طبية بأسعار معقولة. لو عايز تتابع مع طبيب معين حاول تروح له في مواعيد أقل زحمة عشان تقلل من التكاليف. طيب ومصاريف المدارس، يعني انا مدخل ولادي مدارس حكومه دلوقتي، وبياخدوا دروس خصوصيه كتير عشان التعليم في مدارس الحكومه مش احسن حاجه. نتصرف ازاي في المشكله دي؟ فهمتك. موضوع الدروس الخصوصية في المدارس الحكومية فعلا مشكلة شائعة. ممكن تبدأ بحل بعض الأمور. أولا شوف لو ممكن تلاقي مدارس أفضل سواء حكومية أو خاصة بأسعار مناسبة. تاني حاجة حاول تتواصل مع المدرسين في المدرسة وتطلب منهم دعم إضافي لأولادك، أو حتى تقترح عليهم فصول تقوية داخل المدرسة. كمان لو في زملاء لأولادك ممكن تتعاونوا في تنظيم مجموعات دراسة في البيت. ده هيقلل من تكاليف الدروس الخصوصية. هل عندك أفكار تانية أو أسئلة عن الموضوع؟ طب ممكن تقسم لي ال 3000 جنيه على كل المصاريف اللي احنا قلناها؟ ممكن نعمل توزيع تقريبي ل3000 جنيه حسب المصاريف الأساسية. مثلا لو عايزين نوزعها الإيجار ممكن تحجز حوالي 2000 جنيه، مصاريف الأكل حوالي 500 جنيه، المواصلات حوالي 300 جنيه، الخصوصية خصوصية ممكن تخصص 200 جنيه. طبعا الأرقام دي تقديرية وممكن تعدل حسب احتياجاتك. هل تحس إن التوزيع ده مناسب لك؟ لا طبعا، في تعويم كل يوم بيحصل. التعويم ده هنتصرف فيه ازاي؟ سمعت قبل كده عن تعويم الجنيه؟ أيوة، التعويم يعني إن سعر العملة بيكون متغير بناء على العرض والطلب في السوق. ده ممكن يؤثر على أسعار السلع والخدمات ويزيد من